وزي ما انتم شايفين دلوقتي بقينا نقدر نشوف شتات الواتساب والصور وكمان الفيديوهات والارقام وحتى الرسائل وكمان سجل البحث اللي في المتصفح زي جوجل وايدج. السلام عليكم، انا مصطفى وده فيديو جديد. في فيديو النهارده هنتكلم عن برنامج ووني ماستر برو، وده تطبيق من خلاله تقدر تحمي اولادك وتتابع استخدامهم للتليفون واكتر من كده بكتير، وكل ده هنعرف ازاي تعمله في فيديو النهارده. في الاول كده الفيديو ده هيتقسم للاستخدام وازاي تنزل التطبيق والمميزات بالنسبه للاستخدام. اول حاجه معانا وهي الداشبورد، ودي من خلالها بنقدر نوصل بسهوله وسرعه لمعظم الامكانيات بتاعه التطبيق زي الواتساب والارقام والرسائل والصور والسجل المتصفح والسكرين تايم او وقت الاستخدام، اللوكيشن، السكرين شوت اللي اتاخدت، وشويه معلومات صغيره كده عن التليفون. وبعد كده هندخل اللوجز، ودي من خلالها بتقدر تشوف كل التطبيقات اللي اتفتحت واللي اتقفلت وكمان النوتيفيكيشنز اللي وصلت. وبعد كده هندخل على اول سيكشن وهو الفون فايلز او ملفات التليفون، وزي ما انتم شايفين من خلاله بنقدر نوصل لسجل المكالمات والرسائل كمان رسائل الجيميل. بس بما ان مفيش اي رساله وصلتني وقت التسجيل او من وقت ما سجلت التليفون فمفيش حاجه موجوده. وبعد كده جهات الاتصال واللي من خلاله تقدر تعمل بلوك لاي جهه اتصال موجوده. وبعد كده السجل المتصفح، وده بيكون جايب لك كل الحاجات اللي اتفتحت على جوجل او اي متصفح متثبت على الجهاز، وكمان بيجيب اسم الموقع واللينك وكمان الوقت اللي اتفتح فيه، وكمان لو عايز تعمل بلوك لاي موقع. ومعانا بعد كده الفوتوز، وده من خلاله بتقدر توصل لكل الصور الموجوده على التليفون، وكمان الفيديو بريفيو وده زي الصور ولكن بيعرض لك الفيديوهات. وبعد كده عندنا السكرين تايم، وده بيعرض التطبيقات ومده استخدامها، وكمان لو عايز تعمل ليميت لوقت استخدام التطبيق. وبعد كده في الكي لوجر، وده بيظهر لك كل الكلمات اللي اتكتبت وكمان هي اتكتبت امتى وفين وعلى تطبيق ايه. وبعد كده الكالندر، بس طبعا مفيش حد بيستخدمه فكالعاده هيكون فاضي. واخر حاجه معانا في السكشن ده وهو الاب لايبراري، وده من خلاله بتقدر تتحكم في كل التطبيقات اللي موجوده وكمان تقدر تعمل لها ان انستول او الغاء تثبيت لو شايف ان في اي تطبيقات مضره، وكمان تقدر تعمل ليميت من هنا برضو. وندخل على السكشن الثاني وده خاص بالموقع، وده من خلاله بنشوف الاماكن اللي فيها الجهاز والمكان الحالي، ولو دخلت على الواي فاي لوجر هتقدر تشوف شبكات الواي فاي اللي الجهاز اتصل بيها. واخر حاجه معانا في اللوكيشن وهي الجيو فينس، وده من خلاله بتقدر تحدد منطقه للتليفون ولو خرج منها بيبعت لك رساله على الجيميل وبيحذرك او بيعرفك ان الجهاز خرج عن المنطقه اللي انت محددها. والسكشن الثالث وده من خلاله بنقدر نوصل لكل تطبيقات السوشيال ميديا، وزي ما انتم شايفين ده الواتساب، ودي كل الرسائل اللي وصلت من وقت ما نزلت البرنامج، وده كمان التليجرام، ودول تطبيقين السوشيال ميديا بس اللي انا بستخدمهم، وفي تطبيقات تاني كتير بس عشان انا مش بستخدم غير دول. بعد كده هندخل على الفيديو ابس زي اليوتيوب والتيك توك، وده بيجيب لك سجل المشاهده وسجل البحث. وهندخل على اهم قسم من الاقسام وهو اللايف ريكوردنج، واول حاجه فيه وهي اللايف سكرين، ده من خلاله بتقدر تعرض شاشه التليفون قدامك. بيكون في شويه تاخير ولكن ده عادي جدا لان الاجهزه بتكون متصله عن طريق الشبكه، ولكن هتقدر من خلاله تشوف اللي بيتعرض على التليفون عادي جدا. وبعد كده عندنا الريكورد سراوند، وده من خلاله بتقدر تحصل على تسجيل لكل الاصوات اللي شغاله على التليفون واللي شغاله حوالين التليفون، وكمان تقدر تحدد المده، وكمان تقدر تفعل الاي اي نويز ريدكشن، ودي حاجه بتقلل لك النويز في التسجيلات اللي هتوصل لك. هنختار دقيقتين ونعمل ريكورد، وبعد ما الدقيقتين يخلصوا دي النتيجه. وزي ما انتوا كده شايفين انا بدأت اسجل تسجيل لمدة دقيقتين، وكمان هفتح السكرين ريكوردر بحيث ان انتوا تشوفوا صوت وصورة. تمام، ندخل مثلا على يوتيوب، نعمل ريفرش، نفتح اي حاجة كده. 5 اختصارات لو عندك لابتوب اكيد هتحتاجها، وما تنساش تعمل سيف للريل ده عشان هتحتاجه بعد كده لو بتلعب لعبة او بتشتغل على. لما عرفت انهم اختاروا ممثل احمد السقا عشان يقوم بدور البطل في رواية ارض زيكولا ما كنتش متحمس نهائي. احمد السقا من افضل ممثل حقيقة والله، ولا انا يعني ما ينفعش احمد السقا يلعب دور خالد ابدا ابدا ابدا. ممثلين الاكشن. وعندنا الريكورد سكرين، ودي زي اللايف سكرين ولكن بدون اي تاخير، وده بيخلي التليفون يسجل فيديو للمحتوى المعروض لاي مده انت بتحددها، وبعد كده بيترفع ويظهر قدامك. وزي ما انتم شايفين فتحنا يوتيوب ودوسنا على تليجرام وكمان سبوتيفاي، وكل ده التليفون بيسجل ويبعت بدون ما يظهر اي حاجه على التليفون. وبعد كده الجزء قبل الاخير وهو الريموت كنترول، وده من خلاله بتقدر تعمل سكرين شوت، وكمان ممكن تحدد ان التطبيق ياخد سكرين شوت بشكل عشوائي كل فتره معينه انت بتحددها ويبعتها لك على الموقع
الموقع عادي زي ما انتوا شايفين كده. وكمان في التيك فوتوز، وده من خلاله بتقدر تاخد صورة من الجهاز بدون ما المستخدم يلاحظ اي حاجة. بتحدد الكاميرا الامامية او الخلفية وتاخد صورة، وفي خلال ثانيتين 3 وتكون الصورة ظهرت قدامك. وكمان تقدر تحدد انه ياخد صورة عشوائية كل فترة معينة. هتدوس على اوتو شوت وبعد كده هتحدد الكاميرا اللي انت عايزها سواء كانت الامامية او الخلفية، وبعد كده هو هيبعت لك الصور عادي خالص. واخر حاجة في الريموت كنترول وهي التراك كيوردز، وده من خلاله بتحدد كلمات معينة وهو بيقول لك الكلمات دي اتكتبت امتى وفين، وكمان الرسالة اللي الكلمة دي اتكتبت فيها. وزي ما انتوا شايفين انا كنت محدد كلمة هاي وماي ليتل، وزي ما انتوا شايفين اتكتب على التليجرام وامتى وفين، وكمان ظهر لي الرسالة اللي الكلمة دي اتكتبت فيها. واخر حاجة معانا وهي لو عايز تسحب الداتا دي، هتحدد الداتا اللي هتسحبها سواء كانت المكالمات، الرسائل، جهات الاتصال، سجل البحث او سجل المشاهدة وغيرهم كتير. براحتك بقى، هتختار الداتا اللي انت عايزها وتعمل اكسبورت وبس، وبكده يكون خلص الجزء الاول. معانا بعد كده ازاي تنزل التطبيق. هندخل على اللينك اللي في الديسكريبشن وهندوس عليه، وهو هيحولنا هنا على طول على الموقع اللي قدامكم ده. هتدوس تسجيل دخول، ولو مش عندك حساب هتعمل اشتراك وبعدها هتسجل دخول. وبعد كده هنختار موني ماستر برو، وبما ان انا بالفعل مشترك هدخل على ماي برودكت واختار ستارت مونيتورنج. وبعد كده فوق خالص على الشمال هندوس عليها بحيث انه يظهر لنا الاجهزه المتصله. ولو عايزين نضيف جهاز جديد هنختار اد ا نيو ديفايس، وبعد كده هنختار اندرويد او اي او اس. انا طبعا هختار اندرويد. وبعد كده هنمسك الجهاز اللي عايزين ننزل عليه التطبيق، والخطوه دي مش هتاخد اكتر من دقيقتين. هندخل على جوجل ونكتب an.moneymaster.app.com، وبعد كده هنسحب لليمين علشان ننزل التطبيق. وبعد ما ننزله ونثبته هندوس اوبن، وبعد كده هنفتح التطبيق ونسجل دخول بنفس الايميل، وهنمشي على الخطوات اللي التطبيق بيقول لنا عليها وزي ما انتم شايفين في التسجيل كده. هترجع لنفس الموقع وتعمل ريفرش، وهتلاقي الجهاز متصل وتقدر وقتها تعمل كل الحاجات اللي انت شفتها دي. بالنسبة لباقات الشراء ففي باقة شهرية و3 شهور وباقة سنوية. هتختار الباقة المناسبة ليك وبعد كده هتدوس على باي ناو، وبعد كده هنختار وسيلة الدفع سواء كانت فيزا او فوري او بيبال او جي بي. هتحط كوبون خصم 70 سبيشال، وده هيديك خصم 30% لو ما كانتش الشركة منزلة اي خصم، ولو كانت منزلة خصم هيديك تقريبا $5.50، والنسبة دي بتختلف من كل باقة للتانية. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، ولكن عايزينكم تدوسوا على رابط البرنامج اللي في التعليقات وتقولوا رأيكم في تطبيق موني ماستر برو. مستني تعليقاتكم. سلام.